النجم أحمد عز في القاسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. القاسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. جلال حسين وناسا، جلال حسين وناسا. انت بتدور على مين يا باشا؟ يا بني ادم مش حل ما كنتش بنده على اللي بدور عليه في ميكروفون. ايوه بس هو مين يعني يا باشا؟ جلال حسين ولاسة. ايوه عارفه كويس يا باشا، بس هو عمل ايه يعني؟ بلغ ان عنده حريق. حريق؟ حريق ايه اللي عنده يا باشا؟ ما شقته قدام سعادتك اهي، لا فيها لا نار ولا شرار، تبقى حريق ايه بقى يا باشا؟ يعني ايه؟ بلغنا بلاغ كاذب؟ جلال حسين وناسا، جلال حسين وناسا. انت طرشت ولا ايه يا سي جلال؟ الله الله الله، جرى يا منيرة، ما تخلي كلامك على عداد وبلاش استهلاك على الفاضي. الراجل الظابط صوته اتطبح من كتر النديه عليه، ايه مش سامعه؟ سامعه بس هعمل له ايه يعني؟ ترد عليه. انت عبيطه ولا بتستعبطي يا منيرة؟ ارد عليه اقول له ايه؟ تقول له انك انت اللي بلغت عن الحريقه. وهي فين الحريقه دي بقى؟ يا مصيبتي، يعني انت ما بلغتش؟ لا بلغت. طب ما تطلع ترد عليه، ولا انت فالح تتشمل وتتصل بيهم الحقونا حريقه حريقه، وبتوع المطاف ينقطع نفسهم يقولك لحد هنا عشان ينقذوك، وسعادتك ما تجيش على نفسك وتطلع حتى تقول لهم شكرا. يا راجل حس بقى. احس بايه انت الاخرى؟ انك عملت ازعاج للسلطات وعملت فزع لاهل الشارع كلهم. انا برضو اللي نسيت قرص الكيكه في الفرن لحد ما اتحرقت يا منيره. وهو قرص الكيك لما يتحرق نجيب له المطافي؟ لا نجيب له الاسعاف. انت اصلك ما شفتيش الدخنه كانت طالعه قد ايه من المطبخ. رايحه فين؟ انت اتهبلتي ولا اتهبلتي؟ رايحه فين يا منيره؟ هقول لهم ان انت اللي بلغت وانت اللي عملت ازعاج للسلطات والاهل حتاتك. اسكتي اسكتي يا مجنونه، دي فيها كلبوش كلبوش. ابقى مجنونه بجد يا ساره لو عملتي اللي بتقولي عليه ده. طيب يا سلام، امال انت كنتي مصحياني من بدري ومقوماني نص دماغ وجايباني معاكي لحد هنا ليه بس؟ اصل المدرسه وحشتني. وحشتك المدرسه؟ طب وديكي جيتي المدرسه، معقوله بقى هتمشي من غير ما تحيي علم المدرسه؟ تقصدي ايه يعني؟ طب يلا بينا بسرعه من هنا. ايه ده، مش كنتي لسه بتقولي نقعد شويه؟ اصل في واحد لما بشوفه بتخانق بصراحه. مين يا ساره؟ اللي اسمه حسن القاسة ده. حسن؟ فين حسن؟ فين يا ساره؟ عشان تصدقيني انك جايه المدرسه عشان مستر حسن وحشك مش المدرسه. طب هو فين مستر حسن؟ روحي دوري عليه انت بقى، انا هستناكي في البيت. بيتك ولا مش بيتك؟ اللي هو ايه يا باشا؟ اللي انت بلغت ان شبت فيه حريقه. طب ما ساعتك جيت بنفسك وشفت البيت صح ولا مش صح؟
صح. شفت في حريقه عدم مؤاخذه يعني؟ لا. يبقى ازاي يا باشا هبلغ عن حريقه ببيتي وهو بيتي اساسا ما فيهوش حريقه، وانا حتى بالشكل ده يبقى فولت كهربتي عاليه وابقى لسعت عدم مؤاخذه يعني دي الكلمه يعني. يا استاذ جلال، نعم يا حضرتك. استاذ جلال افهمني. اتفضل سعادتك. احنا لازم نثبت في الدفاتر ان خروجنا من الجراج وان اطلاق السرينه في الشارع العام وتفزيع وازعاج المره ليه سبب حقيقي. تمام بس معلش عدم المؤاخذه يعني ما تثبت بقى حضرتك. مش هينفع. ليه؟ يا استاذ مش هينفع اثبت الا لما حضرتك توقع على المحضر، والا قسما عظما لبيتك في الحجز. قل آسى في وكالة ناسا. قل آسى في وكالة ناسا. حسن يا ابو علي، يا حسن، يا قد كده انت سرحان؟ جرايه يا بدوي، مالك؟ ايه اللي حصل؟ كنت بداخل الفصل الدراسي اعرض بالشرح والتحليل احدى القصائد الشعريه. وبعدين؟ شممت رائحه. شممت رائحه؟ رائحه ايه بقى يا استاذ بدوي؟ رائحه شممناها ذات يوم معا. عطر. مش فاهم يا ابو علي، عطر الاحباب. استنى كده. والله الظاهر عندك حق يا بدوي. الريحه دي منين؟ تلميذتك القديمه فريده بعينها وبشحمها وبلحمها. طيب وهي فين دلوقتي؟ تتجول في طرقات المدرسه، وانا اقسم لك اني على يقين انها تبحث عنك. ايه؟ طب والمفروض انا دلوقتي اعمل ايه يعني انا دلوقتي في اشكاليه. تخرج وتقابلها وتنسى اشكالياتك دي. يعني انت شايف كده يا بدوي؟ يعني مفيش اي اشكاليه في القضيه؟ مفيش غير كده يا حسن. طيب اذا كان كده ماشي، ولا اقول لك لا يا عم، ما انا كمان مش عايز اورط نفسي في نتيجه مش مبنيه على نظريه. ايه؟ ما اقدرش يا بدوي. ايه مكسوف؟ ايه مكسوف دي؟ ما تحسن ملفظك يا جدع انت. الله، وبعدين يعني انا صغير على الكلام ده، وبعدين ما تنساش انها تلميذه عندي. فهمت بقى الاشكاليه؟ كانت منذ 5 سنوات، وهي دلوقتي بتحضر ماجستير، يعني ما بقتش صغيره. لا، هتفضل طول عمرها في نظري فريده التلميذه. مستر حسن، ازيك؟ ايه؟ انسه فريده؟ طب عن اذن حضرتك بقى يا استاذ حسن. تحب اقول لك يا مستر حسن ولا اقول لك يا حسن من غير مستر؟ والله يعني اصلها دي يعني مساله نسبيه، يعني اقول لك خليها مستر حسن من غير حسن. قصدي حسن وبس. انما يعني ايه اللي فكرك بالمدرسه دلوقتي؟ وحشتني قوي. غريبه قوي. ليه طيب؟ يعني هو في حد اساسا بتوحش المدرسه الا اذا كانت يعني حاله استثنائيه؟ مش انت دايما كنت بتقولي في الكلاس قدام كل الطالبات اني انا استثناء؟ عاوز اسالك بقى دلوقتي، ليه كنت شايفني كده طيب؟ يعني هو حضرتك جايه المدرسه عشان تساليني عن حاجه قديمه كده؟ مش غريبه شويه؟ لا طبعا. بصراحه كده انا جايه عشان رامي اخويا. ليه خير؟ ماله رامي اخوكي؟ بابا عاوز يديله درس خصوصي. طيب في ايه بالظبط؟ في كل حاجه. طب ولا مؤاخذه، يعني انا ايه علاقتي باطراف القضيه؟ ما هو انا قلت لبابا انا ممكن اجيب لك مدرس يديله كل المواد. طيب اللي هو مين بقى حضرتك؟ حضرتك. طب استاذنك بس هرد على التليفون. اتفضل. الو. ايوه انا. ايه اللي حصل؟ طيب انا جاي حالا. طب معلش عن اذنك يا انسه فريده. في ايه يا مستر حسن؟ لا ولا حاجه، مشكله بسيطه كده هخلصها وارجع تاني المدرسه. طب قلت ايه في حكايه رامي؟ رامي مين؟ اخويا، هتديله درس ولا ايه؟ طب بس اشوف اخويا الاول وبعدين ابقى اجي اشوف اخوكي، عن اذنك. قل آسى في وكالة ناسا. قل آسى في وكالة ناسا. وحضرتك تبقى له ايه عشان تيجي تضمنه؟ ما انا بطاقتي مع حضرتك، ولو حضرتك بصيت فيها هتعرف اننا اخوات، ده بحكم المنطق. ومين الكبير فيكم؟ هو طبعا الكبير، وده برضه بحكم المنطق. مش باين. ليه بس؟ وبعدين يعني هو ايه اللي حصل يا باشا غير منطقي عشان تكسر قاعده بديهيه؟ لا، ما هو انا ما عنديش استعداد يا استاذ اتكلم في اللي عمله ده تاني. اتفضل استلموا وروحوا لحال سبيلكم بعيد عني. يلا بقى يا استاذ اتفضل. يا عشري هات اللي اسمه جلال حسين والقاسه ده. معلش يا حضرة الضابط، يعني لا مؤاخذة، اصل جلال اخويا عنده فوبيا، وده مرض نفسي. افندم؟ فوبيا يعني بيعاني من الخوف من الاماكن العالية واللي تحت الارض والدخان والاتربة والكهرباء، مع انه كشاف نور. وايه اللي جاب الاماكن العالية وتحت الارض للبلاغ الكاذب؟ يعني غالبا هوس كاذب.
يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا يكون شم شوية دخان ولا حاجة ففابين وخاف لا تكون حريقة فقام بلغ من باب الاحتياط. يعني هي دي الاحتمالية. واحنا مش شغالين يا استاذ عند اخوك المفابين ده يا حضرة؟ حصابت في ايه يا عشري؟ جلال حسين قلقاسة يا فندم، ماله؟ مرمي قطع النفس في وسط الحجز. جلال ايه يا جلال، حاسس بايه؟ قول لي الحالة الشعورية. حالة شعورية مين يابا؟ انا مش حاسس بحاجة خالص. يعني ايه؟ حاسس بفقدان الجاذبية الأرضية؟ انا مش شايفك ولا حاسس بيك ولا سامعك ولا حتى قادر اصلب طولي قدامك، ولا انت مش شايف ولا حاسس ولا سامع؟ ماشي اهدى بس، انا هعتبرها انهيارات عقلية. ان هي ايه؟ ما تقول ايه ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا جدع خلي عندك ده، بقول لك مش قادر. طبعا اعمل لك ايه بس، اعمل لك ايه؟ وبكره جاي وانا جاي معاه وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه وده حال الكرة الأرضية. وبكره جاي وانا جاي معاه وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي وحسبت لكم يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. القاسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكره جاي وانا جاي معاه وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.